السلام عليكم واهلا وسهلا بكم بفيديو جديد. اليوم بلشت وياكم بوصفتي تتبيلة الدجاج، ودجاج طري وطعمه يموت. قبل كل شي نصلي على محمد وآل محمد. هنا شنو عندي هاي التتبيلة اللي راح اشاركها وياكم، وطعمها يا بنات يخبل. شي عندك اعتمدوا هاي بالثلاجة الوصفة. وتعاي يمي. أكيد علبة دغلية زبادي نخليها أول شي، ملح الليمون، وأكيد خاشوقتين من المعجون، خاشوقتين من الكاتشب نخلي، وأكيد ما ننسى الملح، ونخلي الدبس الرمان ومجموعة من البهارات، ونخلي الزيت أو إذا عندك زيت الزيتون بعد أفضل، ونخبطهم خبطة كلش زينة حتى المواد كلها تتجانس سوا. ومثل ما جاي تشوفون يا بنات صار عندي بهذا القوام، وانتو شقد ما كان عندكم دجاج تزيدون من الكمية مالت التتبيلة. هنا نجيب الدجاج يا بنات نشرحه كلش زين على مود التتبيلة مالت الدجاج تتبل على الدجاج كلش زين يا بنات. شرحوه يعني انطوا تشريحات مثل ما جاي تشوفون هسه. ومثل ما شفتوا بنات هنا لازم اشرح الدجاجة كلش زين على مود تدخل التوابل بيها، ومثل ما نقول انه تتنقع بيها كلش زين، وهمين تاخذ الطعم مالت التتبيلة. نتبله بنات كلش زين، واكيد النص الثاني ما. واليوم يا بنات ماكو لا طبخ اي شلون ماكو طبخ لعد هذا شنو قدامي. اليوم ماكو روتينات، كنس تنظيف وغسل المواعين. اليوم شاركتكم بوصفة وإن شاء الله تعجبكم إذا سويتوا مثلها. هنا أنا ما عندي سيليفون أو هذا اللي يسمونه ورق التغليف. المهم وين بيمن غطيتها بعلاقة عادي يعني. وثاني يوم يا بنات قعدت، وهذا ثاني يوم الساعة 8. ليش؟ لأن احنا ورا الوطنية مو مستمرة، فلذلك لازم اقعد من وقتهم بين ما تريقت وبين ما جهزت الاغراض، يعني مثل انه البصل والبوتيتة، وحميت الفرن تقريبا يعني لازم 10 دقايق ربع ساعة. يلا اخلي الدجاج، وهنا أنا نفس ما شفتوا شنو خليت الحشوة هاي انتو بكيفكم. من بعدها اضيف الصوص اللي باقي بالاخير، واكيد ما ننسى الثوم. ايش قد ما تحبون تخلون ثوم خلوه، هو هذا يعني حسب مذاقكم. واخليها على نار تقريبا 175 درجة، او اخليه تقريبا ساعتين على النار او بالفرن على مود انه يستوي على راحته. وهم لازم انه تغطوه بسيليفون او ورق زبدة اذا ما عندكم سيليفون، على مود ما يحترق عندكم الدجاج. اني هنا بنات كنت مخليته على 160، بعدين غيرت الدرجة وخليته 175، وضروري الفوق والجوا يشتغلون اثنينهم سوية. تعالوا نشوف وين وصل بي شنو. خلينا نشوف الدجاج وين وصل، استوى بعده او لا. وهنا يا بنات نخليه بس يقسب الوجه، ومن بعدها نتغدى. ولازم تصير هاي الحوادث بالفرن مثل ما شفتوا شلون طقع وشلون تدمر. بس يلا عادي، لأن من الصوص شلون ما يتدمر. من بعدها مسوين احنا زلاطة، وهنا اجيت اخلي النكهات ملح الليمون والملح العادي، واخلي بهارات الزلاطة اموت عليها بالزلاطة يا بنات كلش كلش طيبة. ويمكن اغلبيتكم انتم تجيبونها وتخلوها على زلاطاتكم. هنا جهزنا اغراض الغداء مثل ما شفتوهن، واكيد وضروري اللبن، يعني ما يكمل الغدا ويانا اذا مو لبن.
وضروري بمكعبات الثلج على مود يسترسح أو يقرقع على القلب. ولو يطيح بإيدي أشرب اللبن الظهر وبالليل، بس مو زين على الكلى. فأنتوا يا بنات همين أخذون حذر مو ياخذكم الواهس بسبب هذا الحر وأجواء الصيف تشربون هواية لبن. هنا اجينا وشفنا الدجاجة ما شاء الله تبارك الله، الشكل بنات يخبل، يعني مثل ما جاي تشوفون شلون محمصة. اجا زوجي قال اني اطلعها من الفرن، قلت له ها هي يلا طلعها وخلي اني هم اصورك وهمين خلي البنات يشوفون الدجاجة شلون محمصة من الوجه وشلون مستوية يا بنات، وتخبل طعمها يموت وكلش كلش طيب ومستوية وطراوة. اللي بالدجاجة خرافي يا بنات، يعني ساعتين تقريبا وربع هي بالفرن. بس شنو الكهرباء تروح وترجع تروح وترجع ولعبت علينا لعب. فهنا تغدينا وسهمنا وسهمكم بألف عافية. فأجواء الغداء ويا العائلة وأطفالنا ولما يا بنات هذه يعني أنا أحسها من العمر كلش حلوة. بعد ما كملنا الغداء الحمد لله والشكر على هاي النعمة، وجيت أنظف الفرن مثل ما جاي تشوفون قابة بي هو قابة بي يا بنات، حاطة كلش قوية، فأكيد ما أعوفه ولازم أنظفه كلش زين وعلى مود أحافظ عليه ويبقى نفس ما هو. لازم أدينا بيه نظفته كلش زين مثل ما شفتوا حبايب، ورجعته بالكيس مثل ما كان. وهنا أنا صدق أقولن الحمد لله والشكر وارتاحيت كلش من بعد ما الطباخ الفرن. حبايب اليوم أخذوها سحقات، اليوم جاي أجيب العيد كل ثواني. ليش؟ لأن تعبانة وهاي يعني بالله كل ساعة تعبانة، بس شنو أسوي يا بنات، يعني لازم أجيب العيد ضروري. وهنا نفس عوني لازم يشاركني. الحمد لله والشكر من خلصته ونظفته وتركته على صفحة. أكيد نمنا الظهر أو أخذنا لنا قيلولة، وقعد زوجي راح للسوق وجاب لنا هاي المشتريات الشهرية. ليش أكذب عليكم، احنا نجيبهن كل أسبوع أو كل 10 أيام أو كل بين فترة وفترة، بس من ينقبض الراتب ضروري يدخل شي على البيت. هاي شو نسميها؟ مساويق الشهرية أو شنو تسموها انتو بنات. هنا أنا جايب لنا الأجبان، جايب الصمون، الكعك، الفواكه والاحتياجات اللي مخلصينها احنا ونريتها أكيد، مثل الشامبو، كلينس المبلل، وبعد هواية شغلات شنو نسيتها وما ذكرتها. فهنا يا بنات راح تشوفون شنو راح أشارك وياكم. أني قلت لكم إذا عندي حليب راح أشارككم عصير الموز، بس بوقتها هم ما كان متوفر وأنا قلت له جيب لي، بس هو خطية نسى. فهنا أنا شاركتكم عصير الموز بوصفة كلش كلش سهلة، وشنو بنات يعني طعمه بهذا الحر يموت حرفيا، يعني يسرسح على القلب. هنا أنا نظفت الفواكه وضميتهن، من بعدها الطرشي أكيد نخليه بعلبة وين نخليه بالثلاجة على مود كل ما نريد ناكل منه هو بارد. والجو هذا الحار يا بنات تريد كل شي بارد حرفيا، يعني هو مو بس انه كل شي بارد، هو التليفون اني اصور يحمى ينسد التصوير. تخيلوا اروح اخليه بالثلاجة، من بعد ما انه يبرد اطلعه وارجع اكمل وما التصوير. طلع عندنا هيجي موز، شو نسوي؟ عصير الموز. يلا تعالوا ويانا.
وإذا عندك موزات تعبانات تعالي جيبيهن وخلينا نسويهن عصير بدال ما تذبيهن، لأن هذا الجو الحار شي يريد عصير بارد يسرسح على القلب. وأنا من النوع ما أذب الموز، إذا هيج أحب الموز المايع أو الرايج، شنو تسمونه سموه حبايب. فهنا شو نسوي؟ خلينا حمز 5 حبات من الموز، وأخلي عليهن 3 أو 4 من المكعبات الثلج، وأرجع أخلي عليهن قليل من الشكر أو السكر، لأن هو الموز حلو ومو مال نزيد سعرات وسكريات، فقللنا من الشكر. ليش؟ لأن هو قلت لكم حلو. ومن بعدها أخلي قلاص ونص من المي أو قلاصين، انتو شقد تحبون خلوا. وهنا نخليه على الخلاط ونبلش نخلط بيه كلش زين. وصار ويانا أطيب عصير موز بارد ويسرسح على القلب. ونرجع نخلي مكعبات الثلج أكيد فوق ما هو بارد نزيده برودة. ليش؟ لأن يستاهل هذا الجو. هواي مدحنا الجو الصيف، لا يزعلون من أجواء، لا يزعلون من عندنا محبين الصيف. فهاي يعني بعد آرائنا.